لله على سلامتك يا دكتور هبه. الله يسلمك يا دكتور. هنتكلم رسمي بقى عشان انا زعلانه منك. يعني حضرتك دلوقتي تسافري ومحدش يعرف عنك اي حاجه؟ غصب عني صدقيني يا دكتور، ما انت عارفه بقى الواحد بيجيله وقت كده وبيبقى محتاج يفصل من الشغل بقى ومشاكل. طب يا ستي افصلي من الشغل، افصلي من الدنيا كلها، لكن من صحابك وزمايلك ماشي يا ستي، هعديها لك بمزاجي. ادخل. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا أميرة، تعالي وريني معاكي ايه النهارده. لازم طبعا كل يوم على الصبح تمضيني على ورق قد كده. معلش يا دكتور. مالك يا بنتي، فيكي ايه؟ واضح كده يا دكتور ان هي متضايقه ان انا رجعت. لا ازاي بس يا دكتورة هبة، انت رجعتي نورتينا، بس الواحد ما بقاش لاقي خبر عاجل. الفيسبوك كله ملهوش سيرة غير على الضابط اللي استشهد في سينا من شوية. وريني كده. ايه ده؟ مش ممكن. ايه ده؟ مالك يا مريم، في ايه؟ انت اتخضيتي كده ليه؟ مش ممكن، نفس الشكل ونفس الاسم كمان. مالك يا دكتورة، هو حضرتك تعرفي الضابط ده؟ ظابط ايه ظابط ايه، ده اخويا كريم. نعم، انا من ساعه ما اشتغلت معاكي هنا بقالي 6 شهور اول مره اعرف ان انت ليكي اخوات اصلا. عندك حق، اصل حكايته غريبه قوي. من حوالي سنه اختفى خالص ومعرفناش عنه اي حاجه. ده احنا فقدنا الامل يا بنتي ان احنا نلاقيه. بس غريبه قوي حكايه ظابط دي. وريني كده يا دكتور. اتفضلي. ايه ده؟ مش معقول. الله، هو في ايه؟ كل واحد يشوف صورة الراجل ده يتخض ليه؟ استشهد؟ ده كان قلبه حاسس. في ايه يا بنتي، قلقتيني، قولي في ايه، مالك؟ انا مش ناقصه. الظابط ده كان متقدم لي من اسبوعين قبل ما نتخطب رسمي. جه وقال لي ان هو اتنقل سينا، وقال لي بصراحه كده يا هبه انا حاسس ان انا مش هرجع تاني. انا مش اقل من الناس اللي بتموت كل يوم. حتى هو كمان قال لمامته، قال لها اسيبها دلوقتي احسن ما بعد كده اسيبها وهي ارمله ونفسيتها تتعب. الله، انا مش فاهمة حاجة، يعني هو الراجل ده ضابط ولا لأ؟ ظابط ايه ظابط ايه، ده كريم اخويا، انا مش هتوه عنه. اللي كان محاسب بقى ظابط، حد يفهمني. مش عايز افهم حاجه، سيب اللي في ايدك وتعالى نخلص اللي ورانا. انا مش كل اسبوع اتحط عليا من المدير بسببك. انت لو كنت شايف اللي انا شايفه ما اظنش ان انت كنت هتقول كده على فكره. ايوه، ايه يعني اللي انت شايفه؟ ايش يا سيدي؟ سمعت عن الضابط اللي استشهد في سينا من شويه؟ الدنيا مش مقلوبه. عايز تفاصيل، الله يكرمك. انا ما بقتش ناقص وجع قلب. الاخبار بقى كلها بقت انيل من بعض اليومين دول. يا ابني المشكله مش كده، افهم. انا شفت صوره الضابط ده وطلعت اعرفه، بس ما كانش ضابط. ازاي يعني؟ امال كان ايه؟ انا اللي اعرفه انه كان دكتور، وكنت على طول بشوفه في الكنيسه. كان اسمه كريم نبيل ميخائيل اللي بيقولوا عليه ده. بس الغريب ان هو ما كانش ضابط. مش فاهم في ايه. غريبه دي، وريني صورته كده. اتفضل. فادي، كلم متكلم مجنون، يبقى المستمع عاقل. الصح والصوره دي انا بشوفه كل يوم في الشارع عندنا، بيبقى خارج من الجامع اللي جنب بيتنا، وانا بصب عليه كمان. المره اللي انا كنت بشوفه ده كان مين؟ دخل كلية الشرطة من ورانا. يا رامي زعل بقول كلام ناس يتعب. واحد غاب عننا بقاله سنه لحق يخش كليه الشرطه ويتخرج منها ويبقى نقيب كمان، ولا انت عايز تعمل زي الاثنين المجانين اللي معانا في الشركه؟ خلاص سيبنا لك انت العقل يا عقل يا راسي، اشبع بيه. في ايه يا جماعه، اهدوا شويه، مش كده. انتوا اقرب اتنين لكريم اخويا، وبعدين انا جايباكم النهارده عشان تفكروا معايا، مش عشان تحيروني زياده. هو ده كلام نفكر فيه؟ واحد عمال يقول لي شفناه في الكنيسه، واحد يقول لي شفناه في الجامع، واحد يقول لي مش عارف شفناه فين. هو ايه الجنان ده؟ طب يا ابني وصور الظابط اللي ماليه البلد كلها والناس اللي بتتكلم عليه دي، اكيد ده برضه مش جنان. ما هو ده اللي هيجنني. طب ما ممكن يكون مثلا ان كريم شبه الظابط ده. شبهه بنفس الشكل ونفس الاسم للدرجه دي؟ يا رب استر، النهارده كل حد جاي لنا جايب مصيبه. ادخل. مساء الخير يا جماعه. ايه ده يا بنتي، انت هتجيبي اصحابك والجيران كلهم في المستشفى النهارده؟ عامل ايه يا عم كمال؟ ايه يا كمال عامل ايه؟ وحشني، مختفي يعني. غصب عني صدقني يا امير. انت كل شويه تجيب لنا اصحابك والجيران والبلد كلها، مكبر الموضوع ليه؟
موضوع ايه يا جماعه؟ انا مش فاهم حاجه. انت مش عارف حاجه؟ احنا قاعدين مع بعض بنتكلم في موضوع كبير قوي. اكيد مش اكبر من الموضوع اللي جاي عشان اتكلم فيه. في ايه يا كمال؟ قلقتني، قول. انا شفت كريم. ايه؟ انت وفين انت؟ بالراحه يا عم رامز، انت هتحقق معايا. انا شفته هنا في الشارع قريب من المستشفى، ولما قربت منه اتاكدت ان هو كريم، بس لما جيت عليه ما لحقتوش. ما لحقتوش؟ ايوه، كان بيوزع استمارات تمرد على الناس، فتقريبا كده خاف لا يتمسك فهرب. بس انا سمعت الناس اللي كانوا واقفين ورايا بيقولوا هو كان فين من زمان، احنا بقالنا كتير قوي ما شفناهوش، اخيرا ظهر. ده احنا ما شفناهوش من ساعه المظاهره. مظاهره؟ روق يا صاحبي، ايه ده؟ كل حاجه هتتحل باذن الله. مشاهدة يا رامز. هو خلاص كل واحد فينا بقى يعمل اللي على مزاجه، لا همه قانون ولا حد ولا اي حاجة. وايه جديد يا صاحبي؟ احنا ياما شفنا ناس بتظلم ناس من غير ما تعمل اعتبار لاي حاجه في الدنيا. الواد ده احنا لازم نجيب حقه، ده زميلنا وما ينفعش نسيبه، لا هو ولا اي حد في الكلية، وكله بالصح والاصول برضه. ولا انت ايه رأيك يا صاحبي؟ وفي رأي بعد رأيك يا صاحبي؟ انا معاك طبعا. رامز، يا رامز، ايه يا ابني رحت فين؟ لا مفيش، بس شكلنا احنا ما كناش واخدين بالنا من حاجات كتير. انا مش فاهم حاجه يا جماعه. بقى معقول كريم هو صاحب الحكايات دي كلها؟ طب ازاي؟ طب يا جماعه احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا هتعرفوا تعملوا اي حاجه. يا اخي انا مش عارف انتوا ازاي عندكم امل انكم تلاقوا كريم بعد المده دي كلها. وما يبقاش عندنا امل ليه يا سيرامي؟ الامل طول عمره موجود حتى لو في اخر لحظه. تصدق يا كمال انا ابتديت فعلا اشك ان انت اخويا. يا اخي احنا مش متفقين ولا متفقين في اي حاجه خالص كده، ازاي؟ ولا عمرنا هنتفق في الموضوع ده بالذات، لانك انت ولا عاوز تفهم ولا حتى تفكر. يا ابني افكر في ايه يا ابني؟ يا ابني افكر في ايه؟ ما تعقلها، وده كلام ناس عاقلين برضه اللي انت بتقوله ده. طب انا هقول لك، الناس تيجي تقول لك ايه؟ يا اخي كريم موجود، ده انا مش عارف قعدت فين معاه، ده انا شفته. كريم موجود، انا متاكد انه موجود. وجبت السكه بقى دي كلها منين؟ منه هو، من عشرتنا ومعرفتنا ببعض. كريم موجود، بس انت اللي مش عاوز تشوفه لانك ما تعرفوش، فاكر انه خلاص انتهى. طب تقدر تقول لي كريم لو موجود ما ظهرش لحد دلوقتي؟ يا ابني افهم، كريم ده بقى خلاص بقى ماضي وفي خيالكم انتوا بس. هيظهر، لازم يظهر، وبكره تصدقني. ايوه كريم، ازيك يا صاحبي؟ ايه مالك مخضوض ليه؟ ولا كنت فاكرني مش راجع زي ناس كتير؟ ده انا الوحيد اللي كنت متاكد انك راجع. عشان انت عارفني كويس وصدقني. تعالى هنا، انت كنت فين الفتره دي كلها؟ وليه غبت عننا واختفيت؟ انا ما اختفيتش، انا كنت موجود بس في ناس كتير ما شافتنيش، او بمعنى اصح ما كانوش عايزين يشوفوني، كانوا عايزين يصدقوا اني خلاص اختفيت. بس اللي عارفني كويس زيك كده شافني ولقاني. هو اللي شفناه وسمعناه ده كنت انت؟ طب ازاي؟ بقول لك ايه، ما تضيعش الوقت في الكلام. هتنزل معايا الميدان ولا انزل لوحدي؟ وظل ظهور كريم نبيل هو الحدث الذي حير الجميع ولم يفهموه، ولكنهم مع مرور الوقت تأكدوا من شيء واحد، أنه لن يختفي أو يضعف مهما حدث.